تخيل كده عزيزي المشاهد ان انت تقوم كده من نعش مره واحده يكون عندك قدرات جامده جدا، بس عشان توصل للقدره الكامله انت محتاج ان انت تعالج القدره الروحيه بتاعتك. وده بقى الوضع اللي بقى هو في بطلنا سيد ايه وايه الاسامي الغريبه دي كلها. كل ده هنعرفه النهارده ان شاء الله في الفيديو بتاعنا النهارده، واكتر كومنت هيكون ان شاء الله عليه لايكات هيبقى ليه اسم مميز ان شاء الله في الانمي الجاي. اتشوقت معايا عزيزي المشاهد، فايه جهز مسلياتك اللذيذه واي حاجه تاكلها او تشربها، ويلا بينا نبدا الانمي بتاعنا. بنشوف واحد اسمه حمدي بيكون عيل كحيان كده وعلى الله حكايته. بقى السيد الشاب لعائلة حمدي بالصدفة، وبنشوفه وهو قاعد بيعيط قدام قبر اجداده، وبيقول لهم لو لسه فيكم الروح يا ريت تساعدوا عائلة حمدي علشان الارواح الشيطانية هتدمرها. وفي الوقت العبث اللي بيحصل بيدخل عليهم شيطان اقصد السيد الشاب لعائلة شادي، وبيكون عيل عبيط كده وشايف نفسه على الفاضي، فبيتريق على حمدي وبيستفزه وبيقول له قريب قوي هتعوز تمشي من هنا علشان هستولى على المكان ده، وايه العوض ده يا ابني نزله النعش ده. بس النعش مش بيعجبه الكلام وبيقول له عندك يا بيه والله ما انت جاي انا نازل لك، وبينزل فوق التابع اللي معاه، فبيتصدم هتلر واعوانه اللي واقفين وبيفكروا ان النعش ده فيه كنز او حاجه من دي. وبيكون الاتباع رايحين يفتحوا النعش، بس النعش المره الثانيه مش بيعجبه الكلام وبيطلع منه ايد تخلص على الاثنين من الاتباع دول. واللي بيخرج من النعش ده زي ما انت توقعت عزيزي المشاهد بيكون بطلنا سيد، وبيكون شادي مفكر سيد حرامي جثث وبيؤمر الاتباع ان هم يخلصوا عليه، بس سيد علشان هو فجر وقادر ومطرشم مش بيعجبه الكلام ده وبيخلص على التابع، وبيقول قوتي البحريه المهوله دي اختفت. بس سيد بيقول قوته دي ما تجيش واحده من 10,000 من قوتي القديمه اصلا، وشكل اللي حصل في الوقت ده كان اصعب من اللي تخيلته. وبيصد هجمه شادي وبيترعب شادي وبيكون لسه هيقول انا مين وابن مين، بس مش بيسيبه يكمل وبيسحب قوته وبيحدفه على الجدار، وبيبدا ان هو يسحب منه كل قوته. وبيقول له حمدي ان انت المفروض تساعدني دلوقتي لان انت من احفاد العائله. بطلنا بيقول له يا ابني هو انا اعرفك انا ولا سلف ولا ابن العائله ولا اي حاجه. بيقول له ازاي انت خرجت من نعش اجدادي من العائله وان انت دلوقتي المفروض ان انت تساعدني. وبيقول ان كان اسلاف وناس اساطير جدا. فبيعرف بطلنا ساعتها ان في حد خلاه هنا في التابوت لمده كبيره جدا علشان يستعيد قوته، لكن بطلنا في الوقت ده بيحس بفقدان كبير جدا من قوته الروحيه وبيتألم جدا. وبيعرف ان قوته البحريه ما بقتش موجوده وان تم حذف 108 من اعماد دماء البحر النجميه برضه، لكن ما بيبقاش عارف يا ترى مين اللي دمرها. حتى الواد نفسه بيبقى مستغرب ان بطلنا في جسمه حاجه غلط وان خطوط الدانتيال الخاصه بيه متدمره، بس الواد بيكون طبعا مبسوط بيه جدا لان هو قتل الناس دي واللي عندهم قوه النمور. واللي في الوقت ده بيتوسل ليه بيقول له ان انت من العائله بتاعتنا، لكن بطلنا بيقول له انا يابا اسمي سيد وانا مش من العيله بتاعتكم ولا حاجه، بس انا هاجي علشان اخد حاجه معينه. واللي بالفعل بياخدوا لبيتهم، ولكن وهم ماشيين في الطريق بيقابل اخته في الوقت ده واللي بيبدا يعرفها ببطلنا سيد. خلينا نسمي البت دي كريمه علشان لاقي عليها اسم كريمه قوي الصراحه. واول ما بتشوف في الوقت ده بتقول له ان الخطوط بتاعتك مكسوره والقوه الروحيه بتاعتك حرفيا مفشوخه، فايه اللي هتقدر تقدمه دلوقتي للعائله اللي هي موجوده في خطر دلوقتي. لكن بيقول لها بطلنا ما تقلقيش خديني انا بس. لكن في الوقت ده بتاخد البت كريمه اخوها وبتفضل تشتمه وانه ازاي جايب واحد ضعيف زي كده، واللي بيبقى عايز يفهمها ان بطلنا قوي جدا وانه قتل الناس اللي عندهم قوه النمور. لكن في الوقت ده كريمه بتتفاجئ جدا وبتقول له انت متاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بيقول لها بقول لك انا شايف الكلام ده قدام عيني ما تكدبيش عيني حتى. لكنها في الوقت ده بتبدا ان هي تكذب عليها علشان تشوف قوته الحقيقيه، واللي بلمسه واحده من بطلنا بيبطل السحر بتاعها وبيقدر ان هو يوقفها. بتبدا تعرفه بنفسها وبتقول له ان انا اسمي كريمه، واللي بطلنا ما بيكونش عايز يسيب ايديها علشان بيشوف القوه بتاعتها واللي بيكون عندها قوه الهانيا، واللي بطلنا بيستغرب ان هي عملت كده عشان تستنفذ كل قوته. واللي في الوقت ده بتبدا ان هي تفعل قوه الجليد بتاعتها، والجليد بيبدا يحب بطلنا وعلى اساس ان هو خلاص يعتبر جمده، ولكن بطلنا بكل كاريزما كده كسر كل ده. بطلنا قوته جامده جدا اكيد عنه كاريزما في نفس الوقت، لكن البت مش عايزه تسكت وبتقول ان انا هديك كمان القوه بتاعتك جامده، واللي بتبعت له هاله كبيره جدا من التلج. ولكن المفاجاه هنا ان بطلنا بيمتصها، وكل ما تبعت له قوه روحيه بطلنا يمتصها اكتر، وطبعا بطلنا هنا اللي بيزيد قوته والكسبان لحد ما خلاص بتتصدم وبتعرف ان هو فعلا خبير جدا. واللي بطلنا بيقول لها ايه خلصتي ولا ايه ما تيجي كملي؟ بتقول له لا لا ما اقدرش اكمل والله، واللي بتنزل على ركبتها وبتبدا ان هي تعتذر له وبتطلب من بطلنا ان هو ينقذ العائله بتاعتها. حتى الواد بيستغرب ان البنت دي عمرها ما عملت كده مع اي حد. واللي في الوقت ده هاله كبيره جدا
بتحيط بالمكان. واللي بطلنا بيقول لهم يلا نروح نشوف ايه المشكله دلوقتي عشان نحلها بسرعه. واللي على الناحيه التانيه بنروح للجبل وبنلاقي الناس هناك واقعين وميتين. واللي في الوقت ده بتوصل كريمه وابوها بيقول لها ان في خسائر جدا حصلت في العيله، ولو ما قدرناش نوقفها دلوقتي هتحصل كوارث اكبر من كده بكتير. واللي بتقدم له كريمه في الوقت ده بطلنا وبتقول ان هو موجود هنا علشان يحمي العائله. وبنشوف في الوقت ده راجل عجوز، والراجل العجوز ده كان هو المفروض انه هيخش يقتل روح الشيطان اللي جوه واللي هنسميه ابو محمد. وابو محمد ده بقى بيقول ان المفروض ان هم يسكتوا ما يعملوش اي دوشه، ان هو بقى له 3 ايام شغال في الحوار ده. لكن بطلنا بيبدا يقرب من الكهف وبيلاقي روح قرد الشيطان. واللي بطلنا بيقول ان الراجل العجوز ده مش هيقدر يعمل اي حاجه. اما التابع بيقول له انت بتقول ايه؟ اتكلم مع الزاده كده احسن من كده. بطلنا بيقول له واحد امباليه. حتى بطلنا مش بيبص عليهم، لكن الراجل العجوز بيقول له سيبه ان هو اساسا راح لموته، فاحنا عايزين نشوفه هو بيموت. واللي بيسالها ابوها في الوقت ده هو مين ده، فبتعرفوا ده ان هو اسمه سيد وان هو جه هنا المفروض علشان يساعدنا. واللي في الوقت ده روح شريره كبيره جدا بتظهر. بابا محمد اللي في الوقت ده بيشغل ختم القمع وبيفضل يشتم بطلنا انه غز الروح الشريره دي. لكن في الوقت ده الروح الشريره بتبدا ان هي تتجه لبطلنا، وابو محمد في الوقت ده ما بيكونش راضي يعمل اي حاجه لان هو متعمد ان هو يأذي بطلنا. ولما بيتاكد خلاص 100% ان بطلنا الهاله اتحطت بيه وانه خلاص بقى على حافه الموت ومش هيقدر ينجى منها، بيبدا ان هو يستخدم قوته علشان يخلص على الكائن ده. لكن اللي ما بيكونش عامل حسابه ان بطلنا ما بيحصلوش اي حاجه حرفيا. البس يا معلم. واللي الناس كلها بتصدم من بطلنا ان بطلنا بقى حاجه خارقه للطبيعه وانه مش واحد عادي زي بقيه الناس، وبيقول له ان هو هيقدر يستحوذ على ختم الشيطان. لكن ابو محمد بيقول له انت عبيط ولا ايه؟ مفيش حد يقدر يستحوذ على ختم الشيطان غيري انا. بطلنا بيفهمه ان ده اساسا بيستخدم لقمع الشر وانه اساسا بيزرع زراعه خاطئه وانت بتستخدم القوه الروحيه العاديه بس مش اكتر. لكن الراجل بيهزأ وبيقول له انت ازاي تتكلم على المعلم كده؟ بطلنا ما بيسميش عليه وبيديله قلم. واللي في الوقت ده نسر الشيطان بيقدر ان هو يمسك قوه ابو محمد. مش بس كده، بيقدر نسر الشيطان ان هو يفك قيوده كمان. واللي في الوقت ده ابو محمد قوته بتنهار وبيقع على الارض. واللي في الوقت ده بيفقدوا الامل ان هم يتخلصوا من النسر الشيطاني ده. ولكن في الوقت ده بطلنا بيقول ان هو هيقدر ان هو يتخلص منه، لكن الناس ما بتكونش مصدقه خالص. حتى ابو محمد قوته منهاره بيقول ان انت طفل مش هتقدر تعمل اي حاجه. بطلنا بيقول ان انت قوتك دي عباره عن اساسا هراء، عشان كده انت مش قادر ان انت توقفه. وابو محمد بيفضل يضحك على بطلنا لانه رايح للهلاك برجله. لكن في اللحظه دي بطلنا بيستخدم القوه بتاعته بتكون ختم غريب جدا. حتى مساعد ابو محمد بيكون مستغرب جدا من القوه دي، بيفضل يضحك عليها، في حين ان ابو محمد بيكون مصدوم وبيفضل يسكته بيقول له اسكت يا ابني انت مش عارف القوه الكبيره بتاعته دي قد ايه. واللي في الوقت ده بطلنا بيوجه كل قوته على الوحش الشيطاني ده حتى ان هو بيقيده، في حين ان ابو محمد برضه عمال مستغرب ان هو اتدرب كل حياته ما قدرش يوصل للقوه دي كلها، في حين ان بطلنا قدر يعمل كل ده بكل سهوله. لكن الشيطان ما بيخضعش لقوه بطلنا، بل بالعكس بيزيد قوته اكتر واكتر واكتر. بس على مين يا عمنا؟ بطلنا بيقول له انت ايه؟ انت مش عايز تخضع يعني بالذوق؟ انا هخضعك يد بالعافيه. وبيفعل 5 اختام مع بعضيهم. الراجل عجوز حتى بيتجنن لانه حتى ما عرفش اساسا يزرع ختم واحد كامل. تخيل بطلنا عامل 5 اختام، ناهيك ان الشخص الواحد بس ما ينفعش يعمل اكتر من ختم واحد في حياته، فكل ده كان مجننهم حرفيا. وهاخد من وقتك لحظه عزيزي المشاهد وعايز اعرفك بس ان بطلنا حتى لسه ما وصلش لقوته الطبيعيه مش الخارقه، الطبيعيه اصلا. بطلنا بيمسكه بيرميه على الارض، لكن الشيطان ما بيحرمش وبيعافر تاني علشان يقتل بطلنا. لكن ابو محمد بيفعل في الوقت ده قوته وبيقول له ان انت محتاج قوتي على قوتك علشان نقتله، عشان كده الوضع بقى في خطر جدا. فبطلنا اساسا ولا بيهمه، بيقول له لو انت ما ينفعش 5 فانا هفعل لك اكتر. وبيفعل 50 قطعه روحيه مع بعضيهم، واللي بيهم كانت قادره ان هي تنهي على الوحش بالكامل عزيزي المشاهد. وده اللي خلاهم عزيزي المشاهد لسه لحد دلوقتي في ذهول. وده اكيد مش شخص عادي، انا قلت لكم يا جدعان ده فجر ومطرشه ما حدش صدقني، لدرجه ان ابو محمد بيقول له انا دلوقتي بطاطا تحت رجليك. لكن بيقومه بطلنا بيقول له ان انت المفروض اساسا تزحف، واللي بالفعل اساسا بيحط وشه في الارض وبيطلب من كريمه انها تيجي معاه لان هو محتاجها، لان هو عايز يدخل جوه ويكسر مصدر الشيطان الاصلي. واللي بالفعل هما الاثنين بيدخلوا الكهف وبيوصلوا للجذر. واللي بطلنا بيقول له انا هديك فرصه دلوقتي ان انت تمشي، لكن ما بيسمعش الكلام. بطلنا بيفعل القوه بتاعته، واللي في الوقت ده الشيطان بيظهر ان هو مقيد بالسلاسل. واللي في الوقت ده الشيطان بيهجم على بطلنا لان بطلنا بيكلمه باسلوب مش كويس، واللي بيطلب من البت كريمه في الوقت ده ان هي تحيط بيه بالحاله الجليديه بتاعتها. واللي في الوقت ده فعلا بتفعل القوه بتاعتها وبتوجه ناحيه بطلنا. واللي في الوقت ده بطلنا بيقدر ان هو يمتصها كلها. واللي في الوقت ده الشيطان بيهجم عليه، ولكن بطلنا بيستخدم قوه اللي تشي بتاعته بيقيده هو كمان. لكن بيحاول ان هو يهجم على بطلنا تاني،
لكن بطلنا بيعرف ان هو يخضعه. بطلنا بيقول له خليك كويس كده وراسي علشان ما امحكش دلوقتي، واللي بيقول له انت ازاي تقدر ان انت تختمني وتقدر عندك كل القوات الجامده دي كلها. بطلنا بيقول له ان انت الدم بتاعك مش نقي وان انت مش شيطان عادي، واللي بيأمره بطلنا ان يسيب الطاقه دي تدخل جواه وتتناغم مع جسمه. بطلنا بيساله ازاي هو جه، بيعرفوا ان في مطر حصل من 80,000 سنه واستمر لمده 3000 سنه، واللي بيعرفوا في الوقت ده ان المطر ده حصل فيه حاجات غريبه جدا في القاره كلها، واللي عمل انفجار في عصر الزراعه الخالده في وقتها. بطلنا هو كريمه بيستغربوا ان المطر قعد كل الوقت ده، بيبدا يشرح لهم الشيطان ان المطر ده ما كانش عادي وان عمل منهم طاقه غريبه جدا، واللي بيعرف في الوقت ده بطلنا ان قوته البحريه الجامده جدا دي تم امتصاصها من قبل مزارعين، لكن ما كانش واحد ولا اتنين، كانوا عدد كبير جدا. بطلنا بيسالها هو في اي فرصه للمطر ده، بتقول ان هي ما سمعتش الكلام ده قبل كده، والشيطان بيقول له هو انت بتسال مين؟ انت بتسال واحده اساسا ما تعرفش اي حاجه عن الكلام ده وهي اساسا من الخارج. وبيقول له ان المطر ده موجود ولكن في اماكن صغيره ومعزوله عن العالم ومش اي حد يقدر يوصل لها، لكن ده بيحصل مره واحده كل كام سنه. لكن بطلنا بيستغرب ويقول له انت ازاي عارف كل ده عن العالم الخارجي وانت اساسا محاصر هنا؟ لكن الشيطان بيضحك له ضحكه خبيثه كده وبيقول له هو انت فاكر كل اللي انا قلته ده كان اجابه على السؤال بتاعك؟ تبقى بتهزر. واللي في الوقت ده بيقدر ان هو يفك القيود بتاعته، بيبدا الهجوم على بطلنا، واللي بيقول له في الوقت ده انا هعمل من وراك شاورما واخليك تحس بكل الم في عظمك. لكن بطلنا بيكون واقف ولا بيهز يابا اي حاجه، في حين القوه كمان بتزداد اكتر واكتر لدرجه ان هي بتطلع بره الكهف، والاتنين بيكونوا مستغربين من القوه الهائله دي كلها، لان بالقوه الهائله دي كلها ممكن يدمر المدينه كلها. واللي في الوقت ده بطلنا الشيطان كان بيهجم عليه، واللي في الوقت ده بطلنا بيقدر يتكلم عادي، ما بيقدرش ان هو يسحب القوه الروحيه بتاعته. واللي الوحش في الوقت ده بيتفاجئ ان بطلنا تم تدمير القوه بتاعته من اكتر من 100 مكان في جسمه، وان جسده مليان بالسموم، وازاي هو كده على قيد الحياه. واللي بطلنا بيقول له في الوقت ده انت اللي هتموت، وبيفعل قوه التشي بتاعته، وبيطلب من البنت كريمه ان هو يستخدم جسمها. واللي في الوقت ده بيمسك ايديها وبيبدا ان هو يدمج قوته مع قوتها، وبيبدا ان هو يوجه قوتها عليه. حتى الشيطان نفسه بيكون مستغرب من قوه بطلنا، واللي في الوقت ده بطلنا بيعرف فعلا ان هو يقلصه لحجم الكره اللي هيقدر ان هو يمتصها. واللي بطلنا برضه بيستغرب من قوه الشيطان ده لانه اقوى من القوه البحريه بتاعته ب100 مره. بطلنا بيقول ان هو مش قادر يمتص القوه الروحيه دي كلها في جسمه لان القوه الروحيه بتاعته مكسوره، ولازم يحاول في اسرع وقت ان هو يصلحها. فبنت كريمه بتساله ايه اللي حصل للشيطان، فبطلنا بيعرفها ان تم القضاء عليه بشكل كامل، وان دلوقتي بطلنا متساباله حاجه المفروض ان هو يتجه ليها علشان يحصل عليها. واللي في الوقت ده الناس اللي بره بيستغربوا ان بطلنا والبنت طلعوا احياء. الراجل العجوز ما بيكونش مصدق ان بطلنا هزمه وانه اساسا شكله عادي، لكن القوه الروحيه بتاعته كبيره جدا. واللي ابو كريمه في الوقت ده بينحني لبطلنا وبيقول له ان هو يعمل اي حاجه لبطلنا هو عايزها، وبيشكره جدا على اللي هو عمله للعائله. بطلنا بيقول له ان هو عايز حاجه واحده بس، فبيساله ايه هي، وبيقول له بطلنا سيد ان العائله سابت حاجه في النار فانا عايزها دي، وبيقول له انا عارف الحاجه اللي انت بتتكلم عليها ودي في المعبد، لكن ده مش من السهل جدا ان انت تقدر تحتفظ بيه. لكن بطلنا بيقول له مالكش دعوه يابا، خلينا اروح هناك وخلاص. واللي في الوقت ده فعلا بيتجهوا للمعبد، واللي بيدخل بطلنا في الوقت ده، لكن الراجل التاني بيقول له ان كان اساسا ممنوع ان الغرباء يدخلوا، لكن بيقول له ان بطلنا مش داخله. واللي في الوقت ده بنشوف صندوق كبير وانه محتفظ بيه لمده كبيره من الزمن، لكن ما فيش حد يقدر ان هو يفتحه. واللي بالفعل بطلنا بيقول له ايوه هو ده اللي انا محتاجه بالظبط، لكن الراجل التاني بيرجع ويوقفه انه بيقول له دي اسرار اساسا العائله بتاعتنا، وازاي انت كده هتاخدها بكل سهوله. لكن بيزعله وبيقول له ان لولا بطلنا اساسا ما كانش هيكون في عائله خالص. اللي في اللحظه دي بيطردوا، لكن بيكونوا 2 بطاريق موجودين، بطاريق اللي هم الخدامه يا جدعان مش البطاريق اللي هم مهم يعني. واللي بيعرفوا في الوقت ده ان ابنه مات في المقبره، لكن ابو كريمه بيتفاجئ، لكن البطريق بيقول له ما تعملش نفسك فيها مش عارف اي حاجه وبطل التظاهر ده وسلمني الراجل اللي قتل ابني. واللي في الوقت ده بيكلم البطريق الصغير بتاعه بيقول له هو انت مش لسه متجوز يا ابني، في حاجه حصلت ولا ايه؟ البطريق التاني بيقول له ان انت كده هتخلي عائلتنا دلوقتي في الهلاك، وبيضغطوا عليه لحد ما بيبدا ان هو يعترف ويقول ان هو اللي عمل كده، وبيقول الزعيم ان العلاقه هتبقى بيه هو لوحده. اما البطريق بيقول له انت لو اعترفت وقلت كده بجد يبقى انت كده حكمت علينا احنا بالهلاك. والبطريق الكبير في الوقت ده بيتعصب جدا عليه وبيقول له بقى انت اللي تعمل في ابني كده، ده انا هخليك تقعد جنبه في الاب، قول لي كمان مين اللي ساعدك في ده. لكن بيقول له ان هو انا اللي عملته لوحدي، ما فيش اي حد مذنب معايا، وبيتجي عليه علشان يخلص عليه. ومن قوته الكبيره دي كلها وغضبه محدش بيبقى قادر يتحرك من غضبه الكبير قوي ده، وخلاص بيبقى هيموت الراجل. واللي بيتدخل حد في الوقت ده بيرميه في الارض، واللي بيكون اكيد يا عزيزي المشاهد بطلنا، وبيسالوه بطلنا وبيقول له مش انت بتسال دلوقتي مين اللي قتل ابنك؟ انا اللي قتلت ابنك، بقى وريني هتعمل ايه. ولو عايز تفتكر عزيزي المشاهد هو مين ده اللي قتله بطلنا، فده
ده اللي قتله في الاول خالص لما طلع من القبر. لكن البطريق اول ما بيسمع كده بيغضب وبيحيط بيه هاله كبيره جدا. واللي في الوقت ده ابو كريمه هو كمان بيبدا ان هو يفعل القوه بتاعته علشان يحمي بطننا. لكن الراجل التاني بيقول له خليك انت ما تعملش اي حاجه، خلي بطننا يتحمل العواقب اللي هو عملها. لكن بيضربه في وشه بيقول له مش من هنا، مش عايز اشوفك. لكن البطريق التاني بيقول له ازاي انت بتجرؤ ان انت تعمل كده وتقف قصادي مع واحد قتل ابني؟ وبيرد عليه ابو كريمه بيقول له انا ما يهمنيش، اهم حاجه ما يكونش في خاين معانا ولا اي حاجه. اما البطريق بيقول له انت كده فتحت على نفسك بوابه الموت يابا، استحمل بقى. وبيساله المره التانيه بيقول له انت هتقف علشان تحميه؟ بيقول له اكيد هحميه. بيقول له انت كده فتحت بوابه دماء ملهاش اي نهايه، وكل الاجيال هتكون معاديه للعيله بتاعتكم. وبيتحدى وبيقول له ان كله هيخش الحلبه دي، واللي هيخسر هيخرج من المدينه نهائيا. واللي بيقول له بكره ميعادنا علشان هنخلص على العيله بتاعتكم، وبيسيبوهم وبيمشوا. لدرجه ان كريمه هي كمان بتكون عايزه تحارب، ولكن ابوها مش بيوافق لان ممنوع البنات تحارب، وان المعركه دي خاصه بالشباب بس. لكن البطريق الصغير بيقول ان كل ده بسببي وان انا اللي هخسر في المعركه دي كلها. لكن بطلنا بيقول له ان انت مش هتخسر ولا اي حاجه، وبيقول ان هو هيدربه وهيضمن له الفوز بكره. اما الراجل التاني اللي مش عارفين له مله ده عمال بيتريق على بطلنا بيقول له انت ازاي من يوم واحد هتقدر تخليه يعمل كده؟ انت عبيط ولا ايه؟ انت هتموتني ضحك والله. بطلنا بيقول له انا بؤمن بكده، وده اللي هعمله علشان هخليهم ما يفقدوش العيله ولا حاجه. فالبطريق الصغير بيقول له انا فعلا بؤمن بيك. ولكن في الوقت ده في هاله كبيره بتظهر، واللي بيكون ابن الراجل اللي مش عارفين له مله ده، واللي بيقول لابو كريمه ان هو عايز ابنه ينضم للمعركه بتاعه بكره، وده علشان عزيز المشاهد ياخد المنصب بتاع بطلنا. وبيساله ابو كريمه وبيقول له انت هتقدر ان انت تقتل وتهزم العدو بكره؟ لكن بيقول له انا مش متاكد، لكن لو انا حصلت على الكنز ده انا هقدر ان انا اخلص عليهم. لكن بيقول له ابو كريمه ان الكنز ده خلاص بقى بتاع بطلنا، واللي بيقول له ان دي ممتلكات العائله المفروض ان احنا اولى بيها. واللي بيتقدم الابن ساعتها وبيقول ان انا اولى بالكلام ده لان احنا من العائله. ابو كريمه بيقول لبطلنا ان هو يوقفه، لكن بطلنا كده باستهزاء بيقول له خليه كده يحاول بس. واللي بالفعل بيحاول ان هو يفتحه، ولكن بتطلع قوه غريبه جدا بتنطره لبعيد. وبطلنا بيقول ان مفيش اي حد يقدر يفتح الصندوق ده غيري. الراجل بيقول له انت بتقول اي حاجه كده وخلاص، ده انت لو قدرت. ما بيكملش كلامه، بطلنا بيفتح الصندوق بكل سهوله وده بيتصدم. ولكن في طاقه بتطلع من الصندوق غريبه جدا. بطلنا في الوقت ده بيبدا ان هو يمتصها، ومش كده وبس، بتبدا الطاقه دي ان هي تندمج مع بطلنا. ده غير انها كمان بتبدا ان هي تصلح القوه الروحيه بتاعته. الواد بيهجم على بطلنا علشان خد الحاجات بتاعه العائله، لكن بطلنا بيتفاداها بكل سهوله وبيعرف اهميه القوه اللي هو خدها. وان الخطوه الثانيه المفروض ان هو يعملها ان هو المفروض يلاقي طريقه ان هو يفتح بيها ال 108 نقاط اللي في جسده. ده حتى ساعتها كريمه وابوها بيلاحظوا الفرق الكبير جدا، وان دلوقتي بقى عنده طاقه كبيره، لكن النفس بتاعه مازال ضعيف. بتستغرب بتقول يا ترى هو مين الراجل ده علشان يبقى عنده كل القوه دي. على الناحيه الثانيه بتيجي بطلنا علشان يدرب الواد، واللي هنسميه حمدي. واللي بطلنا في الوقت ده بيقول له انت عارف نوع جسمك ايه؟ فبيقول له ان جسمه ملهوش اي لازمه لانه ما عندوش اي مهارات خالص. بطلنا بيقول له بما ان انت اضعف حاجه شفتها، لكن انت عندك قوه اسمها قوه التايكو، وان من الصعب جدا ان انت تقدر توقظ القوه دي، لكن انا هعمل اللي اقدر عليه عشان اقدر اوقظ لك القوه دي. واللي في الوقت ده بيبدا بطلنا ان هو يجمع القوه بتاعته. بيقول له معلش ان انا هتعبك بس معايا شويه وهألمك، بس ده مهم جدا دلوقتي. واللي بالفعل بيوجه القوه عليه وبيبدا ان هو يتألم جدا. وبطلنا بيقول ان هو لازم يروح كل انحاء العالم علشان يقدر يجمع كل القوه بتاعته اللي ضاعت، علشان يرجع في الاخر قوته الاساسيه وهي الهانيا. واللي في الوقت ده حمدي بيوصل له قوه رهيبه جدا، بس حمدي بيقول له برضه ان القوه بتاعتي مش جامده قوي، وان هي لسه في اولها، وان انا بكره القوه دي مش هقدر اواجه بيها واهزمهم كمان بيها. لكن بطلنا بيقول له ان انا لسه همرر لك قوه النجاح، واللي هي بتبقى عباره عن لكمه واحده قويه وسريعه جدا. وبيفضلوا في التدريبات دي لحد بالليل. بطلنا بيأمره ان هو خلاص كده كفايه عليه التدريبات دي كلها ويمشي دلوقتي. فبيرد عليه بيقول له هو انا مش مفروض اتدرب اكتر من كده عشان معركه بكره؟ بطلنا بيديله الامر التاني ان هو يروح دلوقتي. ولكن عزيزي المشاهد تفتكر يا ترى ايه اللي ممكن يحصل في معركه بكره؟ وهل حمدي هيعرف ان هو يتغلب على العائله دي ولا لا؟ ولا بطلنا ممكن يتدخل في الموضوع؟ ويا ترى ايه قوه بطلنا الكامله بما ان دي الحاجه الصغيره؟ وهل يا ترى بطلنا هيقدر يستعيد القوه ال 108 بتاعته ولا لا؟ ولو انت وصلت لحد هنا عزيزي وعزيزتي المشاهده ويا اساطير قولوا لي البنت كان اسمها ايه؟ وبس كده عزيزي وعزيزتي المشاهده، علشان ما اطولش عليكم اكتر من كده لا تنسوا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه واتم التسليم، وتدعوا اخوكم في غزه ان ربنا ينصرهم ويفك كربهم ويسدد رميهم. واشوفكم الحلقات الجايه يا اساطير. سلام يا ابطال. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح.